اهلا بيكم اخواتي وحبايبي. النهارده طبعا كلنا عارفين ان احنا في اخر الشهر ومحتاجين اكله موفره وسريعه ويكون كل طلباتها عندنا في البيت. يا ترى هنعمل ايه؟ عندنا كيس من الممبار متخزن في الفريزر هنطلعه، وكمان عندنا كيس باميه وكيس من الشوربه. يبقى كده اكلتنا بتاعت النهارده خلاص كده ايه خلصت. يبقى هنعمل النهارده ممبار وهنطبخ باميه، وهنعمل شويه رز بشعريه جنبهم وشوية سلطة كده وحاجة تفتح النفس. هعمل طبعا بقى شوية تخديعة، هاخد منهم شوية هعمل بيهم الممبار، وحبة تانيين هعمل منهم البامية. علقت على البامية وعلقت على الممبار وطلع ممبار محمر ومقرمش، واليوم بقى يوم جميل جدا، والأكلة بسيطة وخفيفة والأولاد استمتعوا بيها قوي. ويا رب متعنا بنعمك وفضلك يا رب، ويعمر بيوتنا دايما بالحمد والفضل كده والرزق الكثير. ويا رب تكون الفيديو النهاردة عجبكم ويكون فكرة جديدة لوصفات آخر الشهر نقضي بيها الأيام الأخيرة من الشهر كده واحنا مبسوطين وفرحانين، وفرحنا البيت كمان وفرحنا أولادنا. والسلام عليكم ورحمة الله.